لو زهقتي من طعم الفراخ العادي تعالي اقولك على تتبيله صدور فراخ مشويه هتشرفك قدام اي حد، سهله وصحيه وطعمها هيخلي كل اللي يدوقها يسالك على السر. النهارده بقى كده هنعمل تتبيله فراخ مشويه. انا عملتها كده يا جماعه لان انا بحاول اعمل دايت، يعني وما ادراكم ان انا بحاول وكل مره المحاولات بتاعتي بتبوء بالفشل. بس انا كده معتمده على ربنا وان انا امشي شويه على الوصفات الصحيه، فقررت ان انا اصورها معاكم. لو عجبتكم الطريقه النهارده والوصفه ان شاء الله يعني اتابع معاكم في سلسله وصفات صحيه كده حلوه جدا وحلويات كمان صحيه. انا تبلتها، هكتب لكم كده مكونات التتبيله تحت في الكابشن. وبعدين جبت كده شويه زيت بساط خالص وحطيتهم في الكريل بعد ما سخنتها قوي، ونزلت بيه شرايح الفراخ المشويه او اللي هتتشوي. وبعدين قلبتها على الناحيتين لحد ما استوت خالص، وبعدين فحمتها. قدمتها بقى كده مع طبق سلطه خضراء. هي يعني تعتبر كده كوجبه مشبعه جميله جدا وطعمها ولا اروع. يعني كان طعمها حلو جدا وطريه وطعمها فعلا فوق الخيال ومشبع، ده اهم حاجه. لو عجبتكم الوصفه كده والطريقه النهارده ما تنسوش تشيروا الفيديو وتحطوا لايك وكومنت وتقولوا لي رايكم.